نو دخل الهلال في الموضوع يا جماعه. انتوا اللي بتجيبوا كلام لنفسكم، انتوا اللي بتجيبوا كلام لنفسكم، مش انا اللي بجيب الهلال وبتكلم عليه. انتوا اللي بتدخلوا نفسكم في حاجات كده، مش يعني مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. يعني احب اقول لجمهور الهلال السوداني نصيحه اخويه: الاهلي غير اي فريق في افريقيا. الاهلي حتى لو خسران لحد الدقيقه 90 الاهلي ممكن يتعادل وبيكسب. الاهلي ما تستناش منه ان هو مثلا يبقى خسران يقف في الملعب ويدافع ولا الكلام ده، لا، الاهلي عنده كره هجوميه وبس. نصيحه اخويه جمهور الهلال السوداني اللي بعد الاهلي ما دخل فيه جون قعد يقول الله اكبر كاني فلسطين اتحررت. جمهور الهلال السوداني اول ما الجون دخل في الاهلي قال لك بس الاهلي وقع ومالوش امه ثانيه. طب يا جدع يا جدع استنى لما الماتش يخلص، ده الاهلي والله والله ده الاهلي. اذا ما كانش عندكم فكره يعني ايه الاهلي يبقى احسن ما تشجعوش كوره من رايي يعني، مع احترامي الكامل للفئه المحترمه في جمهور الهلال السوداني وفئه محترمه في السودان. لكن التعليقات دي ما ترضيش حد. قله ادب بعد الجون الاهلي دخل فيه كان الهلال معانا في المجموعه والهلال هو اللي هيصعد. يعني الهلال هو اللي هيصعد كده مش الاهلي، يعني بعد الجون ما دخل في الاهلي. وجمهور الزمالك يا ريت تريح، انت اصلا مش في البطوله نهائي، يا ريت تريح وتقعد على جنب عشان انت اصلا مالكش مكان في البطوله، فانت ما توجعش دماغنا اصلا. يعني جمهور الزمالك اصلا مش هتكلم عليه، اصلا هو عارف نفسه. فيا حبيبي ده الاهلي، يعني ده الاهلي. الاهلي حتى لو خسران مش هيتعادل زي ما انت تعادلت مع المولوديه بالعافيه، لا، الاهلي هيتعادل وهيكسب ويجيب الثاني ويجيب الثالث وهاتريك امام عاشور. فالهاتريك بيفرق. الهاتريك ايه وخارج ملعب على استاد ابو جهل. لكن ما تفرحش في الاهلي بسرعه كده ويا رب عقبال الثاني ويا رب مش عارف ايه ويا رب ايه التعليقات دي. ايه ده ايه ده في ايه في هو الدرجات دي كره للحقد للدرجه دي؟ يعني انت متخيل حتى لو الاهلي خرج من البطوله انت هتاخد البطوله؟ يعني انت متخيل حتى لو الاهلي خرج من البطوله هل الهلال السوداني هياخد البطوله؟ ما بالك الاهلي خلاص كده هيكمل في البطوله، يبقى انت ولا هتاخدها. لو الاهلي خرج يعني لو الاهلي خرج من البطوله انت برضه مش هتاخدها، والله انا متاكد انك مش هتاخدها. ممكن تلعب دور 8 زي ما انت هتلعب كده، الماتش الاولاني ممكن تكسبه، الثاني تاخد 2 3 على الاداء اللي بنشوفه للهلال السوداني الفتره الاخيره. ده بصراحه بكل صراحه، مش هجاملك اقول لك انت فريق عالمي وانت لا لا، الاهلي بس هو اللي فريق عالمي، والترجي مستواه كويس وبيراميدز وهم دول مرشحين للبطوله. اه انت في الصداره ب 10 نقط بس الاداء ايه؟ مفيش اداء خالص. فانت بعد اذنك ما تشمتش في الاهلي تاني عشان ما تجيبش كلام لنفسك، عشان لما بتكلم بتزعل.